ازاي تنام كويس في 4 خطوات. صباح الخير. النوم مهم جدا للصحة. فترة الراحة هي فترة التعافي. طول ما انا بنام كويس المخ بيستعيد نشاطه، بيجدد خلاياه، اعضاء جسمك بالكامل بتتخلى عن كل السموم اللي فيها وبتدي تطردها وتتخلص منها وتستعد لنشاطها تاني يوم اثناء فترة النوم. حرق الدهون، لو بتخس عامل دايت وجسمك ما بيحرقش عشان ما بتنامش، انسى لو عامل ايه، مفيش حاجة خالص هتجيب معاك نتيجة. عمر جسمك ما هيحرق دهون بكفاءة كويسة او حرقه هيعلى طول ما بتنام كويس. الناس اللي بتشتكي ان حرقها واطي، لو ما بتنامش جسمك مش هيحرق. مهم جدا ان احنا نهتم ان احنا ننام كويس. طب ازاي اعمل ده في 4 خطوات بس؟ اول خطوة ودي مهمة جدا وناس كتير بتتغافل عنها، بلاش اكل تقيل قبل النوم. بلاش وجبة العشاء تكون وجبة تقيلة، خلي اخر وجبة تقيلة قبل النوم من 3 ل 4 ساعات. ولو جعت قبل ما تنام ممكن نكتفي بكوباية زبادي او كوباية لبن دافية او اي حاجة خفيفة ما تتعبش المعدة او ما تخليش الجهاز الهضمي عندك شغال بكامل كفاءته. ليه؟ الوجبات التقيلة ممكن تعمل انتفاخ في القولون، بتتعب المعدة، ده مش هتنام. حتى لو كبس عليك النوم مش هتنام. تاني حاجة، ندخل الأوضة نطفي النور. مهم جدا الضلمة والتهوية في الأوضة اللي بننام فيها، لأن الضلمة نفسها هي اللي بتحفز إفراز الميلاتونين اللي هو الهرمون المنظم لعملية النوم، اللي هو احنا بنروح نشتريه دلوقتي من الصيدلية، هو موجود بالطبيعة في الجسم. تالت حاجة، بلاش أجهزة إلكترونية لو سمحت، بلاش موبايلات، ما تحطش الموبايل تحت المخدة، بلاش التلفزيون يبقى شغال. الأجهزة دي حتى وهي مطفية بتعمل خلل في إفراز الميلاتونين، لأن بيطلع منها حاجة اسمها الضوء الأزرق، ده بيعمل خلل في إفراز الميلاتونين. حتى لو نمت مش هتنام كويس. رابع حاجة، حاول تحترم الساعة البيولوجية للجسم، ودي كانت السبب الأساسي في إن ناس كتير معدل النوم بتاعها يبتدي يختل ويحصل عندها مشاكل. الموجة الأولانية للنوم بتيجي من الساعة 10 للساعة 10:30، فتبتدي تحس إن جسمك بيتعب ويبتدي عايز تنام. لو فوتت الموجة دي اللي بعدها بتبقى على الساعة 1، 3، 5، خلاص جه الفجر علينا والنوم ميعاده راح ومش هتعرف تنام. اول ما تبتدي تحس ان الموجة الاولانية للنوم بتاعتك جت، ادخل ونام واستجيب ليها وخد فترة النوم بتاعتك كاملة. بلاش كافيين، بلاش قهوة، بلاش شاي قبل النوم بمدة ما تقلش عن 8 ساعات، لان برضو الكافيين من المنبهات بتاعة الجهاز العصبي، فطول ما هتبقى واخده هتبقى اليرت، هتبقى واقف، هتبقى مركز، مش هتبقى قادر ان انت تنام كويس. لو جربت ال4 طرق دول وما ظبطوش معاك او ما جابوش معاك نتيجة، ده معناه ان احنا عندنا مشكلة في النوم. استأذنك ارجع للفيديو بتاع انواع الارق وشوف عندك انهي نوع من انواع الارق، واكتبولي في الكومنتات وهقولك تعالجه ازاي. ولو عارف النوع بتاعك او عرفته او بس محتاج انك تستعين بمكملات تساعدك، انا برضو عاملالك فيديو اسمه علاج الارق، استأذنك ارجع له، هتلاقي فيه كل المكملات الغذائية اللي ممكن تساعدك او الادوية اللي ممكن تساعدك انك تنام كويس. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اعمل سيف عشان ترجع له وقت ما تحتاجه، ابعته لصاحبك اللي ما بيعرفش ينام. سلام.